قوي. ترجع تفتح اورينت ولا لا؟ بدي ارجع افتح طيب أورينت قولا واحدا، لكن بمفهوم واسع جدا. اوكي، هذا خلص اخذنا القرار ان شاء الله من نفسي، لكن الحقيقه يعني شجعك وزير الاعلام على عندي الموضوع، شويه استشارات يعني شجعك وزير الاعلام بموقفه على الموضوع. لا الحقيقه شجعني الكوارث التي تحدث في عالم الاعلام، شجعني الفتاحين الفال اللي دخلوا في عالم الاعلام، شجعني اللي جايين من برا متعددي الجنسيات بدون الجنسيه السوريه اللي عم يحاولوا يسيطروا على الاعلام في سوريا ويسبسوا رسائل مخيفه. هاي رساله، هاي طبعا رساله وجماعته غلط. صرنا نحكي عن المكشوف. هذا لا يوجد هنالك دولة تقبل أن يقوم شخص أو جهة في السيطرة على سيادتها. مش سيطرة، هذا مو إعلام. عم بيساعدوا الدولة، صديقي عم بيساعدوا الدولة بقدراتها الإعلامية. لا مو من قدرات. أنت الآن شوف، أنا إعلامي ودرست إعلام وشغال في الإعلام 14 سنة. نحن كيف بنعرف قوة رسائل الإعلامية؟ من خلال تحليل المضمون، صحيح؟ في أبحاث، إذا بنجيب شركة أبحاث وبنحلل المضمون على مدى 10 سنين بنشوف البلاء الأعظم. هذول الناس دائما كانوا ضد الشعب السوري، لكن لما كان الشعب السوري يسحق في تركيا، يسحق بكل معنى الكلمة، أعطيني ولو خبر واحد قالوه أو وقفوا وقالوا ليش. أشياء كثير. أنا لن أدخل لأنه هي مؤسسات زميلي. أنا أحترم. أنا شخصيا أحترم مصلحة في بلادي. أنا أدخل. هني أوقات بيتطاولوا بعض الأوقات بعض المؤسسات، ولكن أنا أحترم. أنا أدخل بصفتي مواطن سوري لي مصلحة في بلدي. إذا دولتك موافقة أنت بدك توافق. حتى لو كانت دولتي موافقة، شو دولتي موافقة؟ شو كيف بدي أوافق؟ شو هي بصم؟ انتهى هذا الزمان. الآن هنالك أصوات يجب أن تسمع. سوريا لم تعد سوريا بشار الأسد، انتهى. لا بشار الأسد بعد بشار الأسد. شكرا.